يا سيادة وزير الداخلية، أنا بستنجد بحضرتك. الحكومة جات لي الساعة 5 الفجر وكسروا البيت عليا وخدوا عيالي لبسوهم قضية مخدرات، وحضرتك كسروا هو الشاشة بتاعتي لسه جايبها بالقسط وآخر قسط دفعه الشهر ده، وابني في كلية الهندسة وظابط المباحث عمل له قضية مخدرات هو وأخوه، هو وأخواتي الاتنين، وحللوا لهم. وأنا يا باشا راضي بقضاء الله، واللي أنت شايفه حضرتك اعمله. والله مكسرين علينا البيت ومفسكين علينا الدنيا بحل. حرام عليكم ارحمونا. وفين رئيس الجمهورية؟ رئيس الجمهورية فين؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي فين؟ يشوفوا بتوع وزير الداخلية، يشوف بتوع الداخلية. أنا مش قادر عليهم بلطجية زي ما كان بيحصل أيام الإخوان. أنا راجل إخواني ولا راجل بقى، أنا ماشي راجل ماشي جنب الحيط. والله ماشي جنب الحيط وماشي جوه الحيط، لا ليا عمر دعوة بمخدرات ولا ليا دعوة بأي حاجة. ودخلوا علينا بيوت النهارده، كسروا علينا بيتنا وكسروا علينا الدنيا بحل، وخدوا ابني في كليه هندسه لبسوه قضيه مخدرات، واخويا التاني عامل عمليه قلب مفتوح، والتاني كسروا له التوك توك وكسروا البيت بتاعه. يا وزير الداخليه حرام عليكم، ارحمونا من الحكومه ديت. ده مش شغل حكومه يا باشا. اتفضل يا بيه، اتفضل. عامل في بيوتنا ايه؟ ارحمونا والنبي يا جدعان. اي حد يشوف الفيديو ده يشيره عشان خاطر النبي، عشان وزير الداخليه. العيال بتضيع مني. الحكومة خدوا اخواتي وعيالي لبسوا قضية مخدرات. ارحمونا لاجل النبي، حرام عليكم. والله ما لينا في المخدرات ولا لينا في حاجة، حرام عليكم.